السلام عليكم، معاكم اخوكم اشرف زكريا. طبعا احنا بنفطر جالاكسي يا جماعه دلوقتي. تمام. طبعا بالنسبه للفيديو اللي انا كنت منزله الجالاكسي، كنت منزل فيديوهين جالاكسي بتشتغل فيهم على واحد صاحبي يعني في الشقه وكده جالي. فكان في حد دخل كتب لي تعليق اسمه محمد، يعني قال لي الكلبه شغاله كده على اي حد لوحدها وبتعض في اي حد والكلام دوت. لا طبعا، انا عندي جالاكسي محترمه تقعد مع اي حد وتلعب مع اي حد وتمشي مع اي حد، بس ممنوع منعا باتا اي حد ينكشها، اي حد يرفع ايده عليها، يرفع اي حاجه عليها. ليه؟ انا عندي شخصيه كلبتي قويه، بمعنى اصح ما بتتهنش، ما بضربهاش، ما ببهدلهاش، ما بخوفهاش من اي حاجه. فبالتالي لازم كلبك بيطلع شخصيته قويه، ما عندوش خوف من حاجه، ما عندوش رهبه من اي حد. جالاكسي اقعدي شاطر، ما عندوش خوف، ما عندوش. طبعا هي قاعده قدام الاكل وهي جعانه، انتوا فاهمين؟ لا لا، برافو، يلا كل كل يلا. طبعا ايه احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان انت كلبك ما تخوفوش من حاجه، طول ما انت مش بتخوفه، طول ما هو هيطلع قلبه جامد، ما بيخافش، ما بيحترم الناس. انت فاهمني؟ بس لازم كلبك محدش يضربه، جيبش واحد غريب يضربه. يعني انا الغريب اللي جه دوت، يعني انتوا ما شفتوش في الفيديو، دخل على الكلبه، ضرب الكلبه بايده، ضرب الكلبه بالعصا اللي كان ماسكها في الفيديو التاني. مفيش الكلام ده، من بعيد. كل شغلك مع كلبك من بعيد، خلي فيه ما بين الكلب والمهاجم مسافه. ليه المسافه دي؟ فيما بعد هتنفعك انت. ازاي بقى تنفعك انت؟ لو انت في لا قدر الله ماشي في الشارع وحصل اي مشكله، او ماشي بالليل وحد طلع عليك او ايا كان، الكلب حافظ ان في مسافه بينه وبين الخصم بتاعه. المسافه دي لو الخصم اللي قدامه كسرها ودخل هيتعض. لازم تبقى انت يعني كلبك عارف ان في مسافه، المسافه ديت الخصم ده ما يتخطاهاش، اتخطاها يبقى يتعض على طول. تمام. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وكل فيديوهات جالاكسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.